أحبائي، النهاردة هحكي لكم قصة الميلاد. هي قصة عن المحبة والإيمان والتواضع. لما اتولد يسوع في مزود بسيط، ما كانش ليه هناك مكان ولا لأمه ولا ليوسف النجار في بيت لحم. معلش يا أستاذ، يعني إيه مزود؟ سؤال حلو يا كوكي. المزود هو المكان اللي بيحطوا فيه الأكل بتاع الحيوانات، ومكان بسيط جدا ومتواضع، لكن يسوع اختار انه يتولد هناك علشان يعلمنا التواضع. بس ليه؟ يعني كان ممكن يتولد في قصر كبير، مش كده؟ فعلا يا كوكيز، لكن أراد إن هو يظهر لنا إن المحبة والتواضع هم أهم من الغنى والمظاهر. يسوع جه علشان ينقذ الجميع، الغني والفقير، الكبير والصغير. طيب ليه النجمة كانت في السماء؟ النجمة كانت علامة من الله للناس علشان يعرفوا مكان ميلاد يسوع. المجوس وهم حكماء من الشرق رأوا النجمة وتابعوها علشان يقدموا الهدايا ليسوع. طيب الهدايا دي كانت إيه؟ المجوس قدموا 3 هدايا: الذهب وهو رمز الملوك، واللبان وهو يستخدم في الصلاة، والمر وهو رمز للتضحية. يعني حتى وهو طفل صغير كان بيقول لنا إنه هيكون ملك ومخلص؟ ده جميل جدا. بالظبط يا كوكيز، يسوع اتولد في مزود بسيط، لكنه جه علشان يكون ملك القلوب ومخلص العالم. إحنا لازم نتعلم من قصة الميلاد إن الحب الحقيقي والتواضع أهم من أي حاجة تانية، وكل واحد فينا ممكن يكون نور زي النجمة دي لو فتح قلبه للمحبة. كل سنة وانتم طيبين.